السلام عليكم. الفرق ما بين الأشهر الحرم والعمل فيهم غير أي شهر تاني. خلينا نبدأ بالأشهر الحرم، هم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. 3 أشهر ورا بعض ورجب بيجي لوحده. مبدئيا كده ربنا حدد الأشهر الحرم منذ بداية الخليقة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ويقال إن أول من عمل بالأشهر الحرم هو سيدنا إبراهيم عليه السلام، مع رفع قواعد لبيت الله الحرام وأذن في الناس للحج. ومن بعده توارث العرب الأشهر الحرام والعمل بها حتى نزول الإسلام. بما إن الدين الإسلامي جه شامل ومكمل لكل الرسالات اللي قبله، ربنا عز وجل أكد على مكانة وقيمة الأشهر الحرم في كذا آية في القرآن الكريم، وفسرها لينا بشكل أوضح إيه المسموح وإيه الممنوع في الأشهر الحرم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. وهنا نرجع بقى للحرم المكي. ايه بقى علاقة الحرم المكي بالأشهر الحرم؟ اللي ما يعرفش ان العبادة في الحرم المكي تعادل 100,000 ضعف العبادة في أي مكان تاني، ونفس الكلام للسيئة طبقا للحديث الشريف. وعشان كده قلت المثل اللي فوق ان فعلا في ناس ما بتفضلش انها تقعد داخل الحرم المكي خوفا من تضاعف سيئاتهم وعدم السيطرة على النفس. فالأشهر الحرم كانت قبل الإسلام كان هدفها الأساسي والرئيسي هو تعظيم شعائر الله من الحج والعمرة، وإن يبقى في أمان وسلام بين قبائل العرب وللحجاج وللتجار في الأشهر الحرام. زي ما قلت قبل كده في كذا فيديو إن ربنا عز وجل كرم أمة سيدنا محمد بفرص كتير طول السنة. فزي ما ربنا كرمنا بإن العبادة جوه الحرم المكي ب100,000 ضعف، فربنا برضو جعل الأشهر الحرم تتضاعف فيها الأعمال الحسنة والأعمال السيئة. بكم ضعف في العلم عند الله، لكن الأكيد إن الحسنة بتتضاعف والسيئة بتتضاعف. ده سبحان الله من كرم وعدل ربنا علينا كلنا، لأن مش كل الناس تقدر تروح الحرم المكي أو تسكن فيه. فربنا جعل لينا 4 أشهر في السنة بتتضاعف فيها الأعمال عشان نزود حسناتنا ونعلي درجاتنا، وطبعا نحاول نبعد عن الأعمال السيئة لأنها بتتضاعف برضه. ده زي ما ربنا قال في آخر الآية رقم 36 من سورة التوبة: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهي دي قصة الأشهر الحرم ببساطة. فاغتنموا الفرصة وزودوا حسناتكم عشان تعلي درجاتكم، وحاولوا على قد ما تقدروا تتجنبوا الأعمال السيئة. كل سنة وانتم طيبين. ولحد هنا الفيديو خلص. الدال على الخير كفاعله. لايك كتير وشير كتير عشان ناخد حسنات أكتر. كنت معكم مصطفى سعد، والسلام عليكم.